حسب وسائل إعلامية فرنسية محلية نشرت الخبر اليوم الجمعة، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه لن يسمح بفترات استراحة خلال المباريات المسائية لكي يتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار خلال شهر رمضان. وبررت اللجنة الفيدرالية للحكام التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذا القرار كون مبدأ كرة القدم حيادي في فضاءات التدريب، وعليه فلن يتم قبول هذه الوقفات للاعبين المسلمين للإفطار. كما أوضح أن الاتحاد وهيئاته المركزية بصفتها هيئات مسؤولة عن مهمة الخدمة العامة المفوضة من الدولة يدافعان عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية، وعليهما تفعيل الوسائل لمنع أي تمييز أو انتهاك لكرامة أي شخص، وعلى وجه الخصوص بسبب معتقداته السياسية والدينية. وحذر الاتحاد في رسالته من أن عدم الامتثال لهذه التعليمات قد يؤدي إلى فرض عقوبات، وأن أي شخص ينتهك هذه الأحكام سيتعرض لإجراءات تأديبية أو جنائية، مشيرا إلى الحظر المفروض على الخطاب أو العروض ذات الطابع السياسي أو الإيديولوجي أو الديني أو النقابي خلال المباريات. جدير بالذكر أن مسؤولي كرة القدم الإنجليزية اتخذوا قرارا هاما هذه السنة لاقى مساندة كبيرة من قبل الجميع بالسماح للاعبين المسلمين بالإفطار بعدما خصصت لهم فترة استراحة خلال المباريات المدرجة في فترة رمضان المعظم.